تبقى قاعد على القهوة انت وواحد صاحبك بتتفرجوا على ماتش في التشامبيونز ليج بكوباية شاي اللي غالبا مش هتشربوا حاجة غيرها، وتروح واخد شفطة كده وتتمزج وتقول يا سلام. تلاقي صاحبك بصلك قوي كده وبدون اي مقدمات ويقول لك تعرف ان كوباية الشاي دي وراها اساطير كتير؟ فتستغرب قوي كده وتقول له اساطير ايه يا عم، بلاش كلام فاضي، وتعمل له براسك كده قال يعني بيقول كلام فارغ. انا بقى جاي اقول لك ان ده مش كلام فارغ، بالعكس ده حقائق وانا جاي احكي لك. بص يا صديقي، والله في كلام كتير اتقال عن ازاي تم اكتشاف الشاي، بس الاشهر هي اسطوره الامبراطور شي نونج. والاسطوره بتقول ان من حوالي 6000 سنه كان في امبراطور صيني اسمه شي نونج، والامبراطور ده كان من محبين الزراعه والنباتات، وكان متعود ان هو يغلي الميه وبعد كده يشربها كوقايه من الامراض. وفي يوم الامبراطور ده كان قاعد قعده روقان وقت العصاري وجنبه فنجان ميه مغليه من اللي هو بيعملهم، ومن غير ما ياخد باله وقع في الفنجان ورقه شاي وغيرت لون الميه وطعمها بسرعه. ولما الامبراطور بدا يشرب عجبه الطعم جدا، ومن ساعتها اعتمدوا مشروب رسمي. بس في اسطوره تانية بتقول ان نفس الامبراطور ده كان من محبين المغامره والاكتشاف، وكان بيحب يخرج كتير للغابات يدور على اعشاب ونباتات جديده. المهم الراجل ده كان دايما بيصاب بحالات تسمم كتير لانه كان بيجرب ياكل نباتات غريبه وسامه. وفي مره بعد ما حس بتعب الهوا جاب لحد عنده ورقه من نبات غريب، وكالعاده قرر ياكله ويشوف الكلام على ايه. لكن الغريب ان هو حس براحه بعد ما اكل الورقه دي، لا هو حس بقى ان هو كمان فايق اكتر من الاول. ومن وقتها قرر ان هو يحط النبات ده على ميه سخنه ويشربه، ومن هنا ظهر الشاي. طبعا اخواتنا الهنود مش هيسيبوا الموضوع يعدي عليهم كده، قالوا لك بقى ان اكتشاف الشاي ده كان عن طريق بوذا لما كان في رحله تامل طويله، وكان دايما بيمضغه علشان يفضل صاحي لمده اطول. ايا كان مش مهم مين اللي اكتشف الشاي، المهم ان هو موجود في حياتنا. في القرن ال16 بقى الشاي وصل لأوروبا عن طريق التجار البرتغاليين والهولنديين، ولما حاجة بتوصل لأوروبا معنى كده إن هي بتوصل للعالم كله. الغريب إن الشاي وصل للبلاد العربية متأخر شوية، تقريبا كده في القرن ال19، بس انتشر بسرعة كبيرة جدا وبقت الدول العربية بتستهلكه بمعدلات ضخمة. يعني خد مثلا عندك 3 دول عربية من أكثر الدول في العالم استهلاكا للشاي، وهما المغرب والسعودية، والدولة الثالثة أيوه بالظبط زي ما أنت توقعت كده، مصر. المهم بقى ان منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة طلعت تقرير بتقول فيه ان الشاي هو تاني اكتر مشروب تم استهلاكه بعد المية في العالم. وفي سنة 2020 وصل الاستهلاك العالمي للشاي حوالي 6.3 مليار كيلو جرام. انت متخيل الرقم؟ والتقرير برضو بتقول ان بيتم استهلاك اكتر من 24.5 مليار كوباية شاي اسبوعيا. طبعا في حياة كل واحد فينا في شخص بيشرب ربع الكمية دي لوحده، ملناش دعوة بيه. طبعا الشاي جه متأخر لمصر، بس بقى المشروب رقم 1 بسرعة، والحل الأسهل والأمثل علشان تصحصح وتكمل يومك. ده لأن الشاي غني بمادة الكافيين اللي بتسبب النشاط، واللي بتبقى موجودة برضو في الكاكاو والقهوة. هتقولي طب احنا ليه بنحب الشاي كده؟ هقولك الصراحة معرفش، بس احنا بنحب الشاي جدا لدرجة ان لو حد رمى عليك السلام هتقوله تعالى اشرب شاي. ما تنساش بقى لو الحلقة عجبتك تعمل لايك وشير وتمنشن لصاحبك شريب الشاي. وعلى فكرة بقى، كان معكم مصطفى محمود. سلام.